برضه من خواتم الاصابع. فكرة انك تحط الخاتم في اليمين او في الشمال، ان الجواز مرتبط بالشمال واليمين مرتبط بالخطوبة، فده يختلف في كل دولة. احنا عندنا مثلا بنحب الخطوبة تكون باليمين والجواز يكون في الشمال، ولكن في دول تانية زي المانيا مثلا العكس خالص، الخطوبة في الشمال والجواز في اليمين. الصبع ده يعتبر في سنترال الايد، ولكن لما تحط له خاتم فهو تعبير عن القوة والنضج والسيطرة وتحمل المسؤولية. السبابة الاجانب بيسموه ذا تايجر فينجر، وده بيعبر عن القوة والنرجسية والسيطرة والقيادة والتعطش للجنس العنيف. الاخير الابهام، الصبع ده عموما بتحسه ضخم وتحسه رئيس جمهورية الايد كده، ولكن الخاتم هنا مش مريح وغير عملي بالمرة. ولكن لو لقيت نفسك حابب تلبسه في المنطقة دي بالذات، اعرف انك شخص مؤثر وبتهتم بصحتك بشكل كبير، وشخص يعني من الاخر مش عملي ومش بتاع شغل عواطل يعني. في النهاية أي حاجة فيها كلكعة وكتير وأكتر من اللازم بتبقى شكلها مش لطيف. اوعى تنسى المثل الأجنبي الشهير اللي بيقول less is more، كل حاجة قليلة كل